السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة الصف الأول الإعدادي مادة الرياضيات. هنبدأ النهاردة إن شاء الله مع حل أهم المسائل المهمة يا جماعة في درس الرياضيات الأول، وهو درس التناسب. ونيجي مع أول سؤال يا جماعة، بيقول لي إيه؟ أي مما يلي يمثل تناسبا 2/5 يساوي 4/10. طيب يلا، هنا في السؤال ده هستخدم الخاصية اللي خدناها في درس التناسب يا شباب، اللي هي خاصية حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني هضرب 2/10 طريقة المقص، وهنا 4/5. 2/10 ب20، 4/5 يساوي 20. يبقى هنا الأزواج دي بتمثل تناسبا، يبقى دي تمثل تناسبا طريقة المقص اللي هي خاصية حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. طيب مع السؤال رقم 2 بيقول لي 3/4 يساوي 6/9. هنستعمل برضو نفس الكلام يا شباب. هنضرب حاصل ضرب الطرفين 3 في 9، وهنا 3 في 9 بكام؟ ب27. 6 في 4 ب24. هل 27 بتساوي 24؟ لا تساوي، يبقى هنا لا تمثل تناسبا. طب تعال السؤال رقم 3 بيقول لي ايه؟ 15/25 يساوي 30/60. تعال هنضرب 15 ضرب 60. 15 ضرب 60 بكام؟ ب900. نزل الصفر واضرب 6 في 15 ب90. طيب 30 في 25، 30 ضرب 25 بكام؟ ب750. هل 900 تساوي 750؟ لا تساوي. إذا 900 لا تساوي 750، يبقى لا تمثل تناسبا. تمام يا باشمهندسين؟ تمام يا دكاترة؟ من الأسئلة المهمة، والخاصية دي مهمة، هي الخاصية اللي بحل بها كلها درس التناسب. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. تعالى للنوع التاني من الأسئلة، حل التناسبات الآتية. بيقول لي ايه؟ 3/4 يساوي x/20. تعال، 3/4 يساوي x/20. هستخدم برضو خاصية يا شباب حاصل ضرب طرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. هقول له x يساوي، هحط شرطة كسر، 3 في 20 هحطها في البسط، وال4 في المقام، واختصر على 4 فيها 1، 20 على 4 فيها 5، 3 ضرب 5 ب15، يبقى الإكس ب15. تعال السؤال رقم 4 بيقول لك ايه؟ A إلى 16 يساوي 5 إلى 4. هنا هحطها على صورة بسط على مقام. A على 16 يساوي 5/4. يبقى دي هتساوي كام؟ هضرب برضه، هستخدم الخاصية حاصل ضرب الطرفين. A يساوي 5 في 16 على 4. أنا بستخدم طريقة المقص يا شباب أهي، 5 ضرب 16 على 4. هختصر على 4 فيها 1، 16 على 4 فيها 4، يبقى إيه؟ هتساوي 5 ضرب 4 ب20. تعال السؤال رقم 5 بيقول لي 7/8 بيساوي 21 إلى M، يعني 21 على M. في مسائل ممكن تحلها بمجرد النظر. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنا 7 بقت 21، ضربت في 3 فوق، يبقى تحت في المقام هضرب في 3. يمكن واحد يقول لي على طول 8 الام هتبقى تساوي كام يا مستر؟ 24. عايز نحلها بالطريقة برضو، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، مفيش مشكلة. 21 ضرب 8 على 7، هختصر على 7 فيها 1، 21 على 7 فيها 3، 3 ضرب 8 هيساوي 24. السؤال اللي بعده يقول لك 1/3 يساوي 2/b+1. تعال اضرب حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. الواحد لما اضربه في b+1 هيديني b+1. احنا عارفين اي عدد اضربه في الواحد بيدينا العدد نفسه. يساوي 2 في 3 ب6.
هودي الواحد بإشارة مخالفة، يبقى البي هيساوي 6 ناقص 1 هيساوي 5. السؤال رقم 10 يقول لك 8 على واي يساوي واي على 2، حيث واي عدد صحيح موجب. عايز يحل التناسب ده، يضرب برضه حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. واي في واي وواي تربيع، 8 في 2 ب16. هاخد الجذر التربيعي للطرفين يا شباب، يبقى الواي هيساوي موجب أو سالب 4. ولكن تعالى مدينا ملحوظة صغيرة ايه، حيث واي عدد صحيح موجب، يبقى الواي هتساوي سالب 4 مرفوض. يبقى الواي هتكون بكام يا مستر؟ الواي هتكون بتساوي 4. تعال السؤال اللي بعده. عندنا في التناسب برضو عندنا أسئلة مهمة يا مستر، تطبيقات حياتية على التناسب. تعالى كده للسؤال بتاعنا، يعني مسائل لفظية انت بتحولها لتناسب وتطلع قيمة المجهول. هنا يحتاج عامل الحلوى إلى 5 أكواب من السكر لعمل 3 فطائر من الحلوى. بيقولك فكم كوبا يحتاج من السكر لعمل 15 فطيرة من الحلوى. هنحول المسألة بتاعتي دي يا مستر لإيه؟ لنسبتين. يعني هنا السكر هحطه في البسط والفطائر في المقام. بيحتاج كم كوب من السكر؟ 5 لعمل كم فطيرة؟ 3 فطائر. بيقولك فكم كوبا يحتاج من السكر لعمل 15 فطيرة من الحلوى. 15 ده هحطها فين؟ هحطها في المقام. وهنا اكس، انا عايز قيمة الاكس يا مستر. هستخدم حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 5 ضرب 15 على 3، هختصر على 3 فيها الواحد، هنا على 3 فيها 5، يبقى الاكس هتساوي 25. يبقى يحتاج كم كوب من السكر؟ هيحتاج 25 كوبا من السكر لعمل 15 فطيرة. تعال السؤال اللي بعده. يقول لك اشترى عمر 8 تفاحات بمبلغ 60 جنيه. كم تفاحة من نفس النوع يمكن أن يشتريها بمبلغ 105 جنيها؟ تعال هستخدم هنا برضو، هحط التفاح فوق والمبلغ تحت. اشترى 8 تفاحات بمبلغ 60 جنيه يساوي، عايز كم تفاحة؟ يعني عايز عدد تفاحات، اكس على 105. هنضرب يا مستر حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 8 ضرب 105 على 60. بآلتك الحاسبة الجميلة، 8 ضرب 105 هيساوي 840. تقسمهم على 60 هيديك 14 تفاحة. متنساش تعمل لنا لايك واعمل متابعة، ولو عايز تستفسر او تحجز معانا تواصل معانا على الرقم ده واتس وهنرد عليك ان شاء الله على طول. تعالى للسؤال اللي بعده. من الأسئلة المهمة جدا في التناسب إن يربط لك الهندسة بالجبر برضو. تعالى كده، بيقول لك كل المثلثات المجاورة هي مثلثات متساوية الأضلاع. على العلاقة بين محيط المثلث وطول ضلعه في المثلثات المتساوية الأضلاع تمثل علاقة تناسب، وضح إجابتك. تمام. تعالى سؤال حلو وجميل جدا، سهل جدا وبسيط. طيب بيقول لك المثلثات دي متساوية الأضلاع. يعني متساوية الأضلاع يعني في المثلث الأولاني طول الضلع ب2 سم يا مستر، يعني كل الأضلاع متساوية، دي ب2 ودي ب2. يبقى المحيط هنا بكام؟ ب6. محيط المثلث مجموعة أطوال الأضلاع الثلاثة. تعالى في المثلث التاني طول الضلع ب3، يبقى كل الأضلاع ب3، دي ب3 ودي ب3. يبقى محيط المثلث التاني بكام يا شباب؟ ب9. 3 زائد 3 زائد 3 ب9. المثلث التالت كله ضلع ب4، هنا ب4 هنا ب4 وهنا ب4، كل ضلع ب4، محيطه هيبقى ب12. هو بيقول لك العلاقة بين محيط المثلث وطول الضلع. تعالى هنا في محيط المثلث الأولاني 6 على طول الضلع 2، محيط المثلث التاني على طول الضلع 9 على طول الضلع ب3، محيط المثلث التالت 12 على طول الضلع ب4، 6 على 2 فيها 3، 9 على 3 فيها 3، 12 على 4 فيها 3. يبقى هنا أقول له العلاقة بين محيط المثلث وطول الضلع تمثل تناسبا. كان معكم مستر محمد صلاح. ما تنساش تعمل لنا لايك واعمل متابعة، ولو عايز تحجز معانا الصف الأول الإعدادي
مجموعات او برايفت تواصل معانا على الرقم ده 011 46 46 31 59. ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساش تعمل اشتراك لقناتنا على اليوتيوب وصلي على الحبيب وادعي لنا دعوه من قلبك. ونشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.